السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهاردة حلوة جدا. هنعمل البيتزا، كبير وصغير بيحب البيتزا، علشان كده هنعملها بشكل بسيط وسريع وطعمها في منتهى الجمال. معايا بولة هنا كده، معايا كده ببساطة كوبايتين من الدقيق بالشكل ده. هحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، هحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هحط عليهم ربع معلقة كده من الملح تظبط الطعم بس، معلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزعتر. انا بحب احط على البيتزا زعتر، بيديها طعم حلو. وهنزل عليهم كده بالمية الدافية، هحط شوية شوية من المية وهعجن بالشكل ده كده لحد ما العجينة تلم معايا بالشكل ده كده، وهفضل اعجن فيها بالشكل ده كده واخدمها كويس اهو. كل ما تحتاج مية معايا هحط لها بالشكل ده، وهعجن لحد ما الاقيها انها عجينة ملساء خالص كده. هحط 4 معالق كده يعني من الزيت عشان تدي البيتزا بتاعتنا قرمشة حلوة كده، وهفضل اعجن فيها لحد ما الزيت يتشرب كده. خلاص بقيت عجينة طرية وحلوة قوي بالشكل ده. هحطها بالشكل ده وهغطيها لحد ما تخمر. دلوقتي هعمل الصلصة بتاعت البيتزا. معايا معلقة سمنة على النار وبصلة كبيرة، هشوحها بالشكل ده لحد ما تاخد لون، وبعدين هنزل عليها بالطماطم وهسيبها تغلي. هحط لها معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، وبسم الله ما شاء الله العجينة اختمرت معايا اهي. هاخدها كده بالراحة وهحطها في صينية مدهونة وهفردها كده بالراحة. ولا تتعبي نفسك يا ست الكل، ولا تفردي بمضرب ولا اي حاجة، هي في الصينية كده وهتفردي بالشكل ده كده زي ما انت شايفة كده. وبعدين هترفعي الجوانب بتاعتها كده، تعملي لها زي حافة عالية كده علشان تعرفي تحط الحشوة بتاعتك بالشكل ده كده اهو كده. هحاول ان انا اعملها كويس، مخليش جنب عالي فيها ولا جنب واطي. وبعدين هحط الصلصة بتاعتنا. طبعا الصلصة هتحطيها بعد ما تبرد، ما ينفعش تحطيها وهي سخنة. انا احب ان انا افردها كده بالاسباتيولا او اي حاجة عندك كده بالشكل ده. وهجيب فرشة كده علشان ادهن بيها اطراف البيتزا بتاعتنا، علشان برضو يبقى لها طعم. الصلصة هي اللي بتطعم البيتزا كده بالشكل ده. وبعدين هبتدي ان انا احط الحشوة بتاعتي. عندي لحمة مفرومة متعصجة هفردها عليها كده، او اي حشوات انت حابة تحطيها، سواء تكون كلها جبن او تكون كلها خضروات، زي ما انت حابة حشواتك تحطيها كده بالشكل ده. وبعدين هجيب فلفل مقطعاه شرايح كده هحطه بالشكل ده. معايا كده شرايح من الزيتون وشرايح من الطماطم. طبعا الطماطم هكون واخدة اللحم بتاعها بس، القلب بتاعها طبعا هتحشيه عشان ما ينزلش مية في البيتزا بتاعتنا. هتحط بقى جبنة موتزاريلا زي ما انت عاوزة، تكتري تقللي زي ما انت حابة تحطي حطي. عندك جبنة شيدر حطي، جبنك اللي انت حابة تحطيها حطيها. وبعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده بسم الله ما شاء الله، ريحتها وطعمها حلو قوي. وما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك وتفعلي زر الجرس. وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.